أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معاكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع شرح منهج ثالثة إعدادي إنجليزي للصف الثالث الإعدادي، متواجدين في يونت 1 الدرس الثالث والرابع. علشان نروح على طول في الكي ووردز من كتاب المعاصر موجود في صفحة 30، وأول كلمة معانا expression معرض أو عرض. expression معرض أو عرض. space فضاء أو فراغ. space ferry معدية النهر أو بنقول عليها العبارة اللي بتعدي من جانب لجانب. valley وادي. comfortable مريح. passengers المسافرين. ترام الترام ودي وسيلة مواصلات، والأشهر مكان ليها في مصر هو اسكندرية. ترانسبورت النقل والمواصلات أو ينقل ينقل. طب تعالى نشوف كلمات كده الدرس الثالث مع بعض، ونبدأ أول حاجة معانا وهي مترو ماب خريطة المترو. مترو ستيشن محطة المترو. بلاتفورم رصيف القطار اسمه بلاتفورم. بينتنجز رسومات أو لوحات. objects أشياء أو مقتنيات، والأشياء دي قيمة. travel يسافر. تايم تيبل جدول مواعيد. cross words كلمات متقاطعة. floor طابق أو أرضية، يعني الترام has 2 floors عنده طابقين يعني بدورين. electric كهربي. journey رحلة طويلة. stop يتوقف أو توقف أو محطة الأتوبيس اسمها باص ستوب. chat يدردش. text message رسالة نصية. engineering هندسي. engineering works أعمال هندسية. guard حارس. university جامعة. علشان نروح على طول لكلمات الدرس الرابع. below أسفل أو أدنى أو تحت، يعني ممكن تساوي under. تمام. cross يعبر. railway خط سكة حديد. عندي railway station محطة سكة حديد. railway line خط سكة حديد. سيدني طبعا دي مدينة سيدني في استراليا. environment البيئة. rails قضبان السكة الحديد، القضيب بتاع القطر اسمه rails. central مركزي أو رئيسي. بوندي طبعا ده شاطئ بوندي ومن أشهر الشواطئ فين في استراليا. طيب إيه الأفعال اللي معايا؟ leave left showed shown sit sat catch caught find found. نقولهم تاني. leave left showed shown sit sat catch caught find found. أما بقى الكلمات أو التعريفات، تعال نشوف أول كلمة معانا هي بلاتفورم، ودي يا شباب المرتبطة أو المتعلقة بالقطار. a place where you can take a train. البلاتفورم الرصيف. a place where you can catch a train المكان اللي انت تقدر تركب منه الأتوبيس. ماب الخريطة. use this to follow directions بستخدمها علشان اتبع التعليمات. exhibition المعرض، وده بلاقي a place you can go to see تقدر تشوف. paintings الرسومات وفوتوغرافز. ferry المعدية. carries people across water دي بسميها ferry معدية. time table جدول مواعيد. shows when something will happen. مترو
an underlying railway in a city. Passenger الراكب a person who travel on a plane or a train. الراجل اللي بيسافر عبر وسيلة مواصلات اسمه passenger راكب. أما بقى الأفعال فمعايا الفعل take اللي معناه يأخذ أو يستقل أو يركب أو يستغرق. الفعل take ليه معاني كتير قوي. take the bus, take the train. وتيك يعني يستغرق. هو take 4 hours يستغرق 4 ساعات. follow directions و follow rules. get home يصل للمنزل و get back يعود أو يرجع. catch a train يركب القطار. catch a train يركب القطار. تعالى بقى يا شباب نشوف الايه السافكس او السينونيمز والانتونيمز المرادفات والمضادات. leave يعني يغادر يعني جو ويعني موف، لكن عكسها ايه؟ arrive يصل. show يعني يعرض ويبين يعني display او expect، وعكسها hide او cover يغطي. start يبدأ يعني begin، لكن عكسها end و finish. below أسفل يعني under أو down، وعكسها above. prefer يفضل يعني like better، وعكسها طبعا hate يكره أو dislike. usual عادي أو مألوف يعني normal familiar برضو عادي أو إيه أو مألوف، ولكن عكسها unusual و abnormal و unfamiliar. يبقى unusual و unfamiliar، لكن normal بجيب العكس بإيه بإيه abnormal. nearest الأقرب. closest يعني near بتساوي close قريب، لكن عكسها far. طب لما يقول لي nearest يبقى عكسها farthest. comfortable يعني relaxing مريح. uncomfortable غير مريح. easy to use user friendly، لكن عكسها difficult to use. ممكن نقول بقى ان كلمة easy سهل، عكسها difficult صعب. unpolluting غير ملوث. good for the environment polluting بقى ملوث. upstairs في الطابق الأعلى عكسها downstairs. upstairs عكسها downstairs. اتعودنا يا شباب على ان احنا عندي prefixes and suffixes يعني بدايات ونهايات. طب تعالى نشوف هو معانا ايه. انجينير مهندس، لما احط لها الاي ان جي تتحول لكلمه هندسه اسم او صفه او هندسي. بيفمنت رصيف. بيف يرصف، بيفمنت رصيف. بينتنج يرسم، بينتنجز رسومات. بوليوت يلوث، بوليوتنج ملوث. انترستنج اهتمام، انترستنج شيق. بورينج ممل. كومفورتبل مريح. يبقى كلهم هنا ايه؟ suffixes، كلهم suffixes. يبقى انا عندي في التعريفات definitions. اول حاجه هعرفها كلمه فيري. فيري يا شباب يعني معديه. فيري معديه. يعني ايه بقى معديه؟ المعديه دي كارز بتحمل people الناس across water. تحمل الناس across water. يبقى الفيري carries people across water، تحمل الناس عبر المياه. فيري المعدية. طيب مترو طبعا كلنا عارفينه. المترو ماله بقى؟ underground railway. سكة حديد تحت الايه؟ تحت الارض. بلاتفورم رصيف. وخاص بالقطار يا شباب. a place where you can catch a train. مكان تقدر منه تركب القطار. طيب عندي ايه كمان؟ عندي passenger.
راكب. someone who use الذي يستخدم transport المواصلات زي الطيارة زي الأتوبيس زي المركب، ده بسميه passenger. exhibition معرض أو عرض. a place where you can see paintings تقدر تشوف فيه رسومات. بعد كده عندي أفعال مضاف ليها الفعل اللي يجي بعدها مضاف له ing. زي ايه يا شباب؟ زي like اللي معناه ايه؟ يحب. زي love اللي معناه ايه؟ يحب. زي hate اللي معناه ايه؟ يكره. dislike لا يحب. enjoy يستمتع. enjoy يستمتع. look forward to يتطلع إلى. look forward to يتطلع إلى. أي فعل من دول يا شباب هلاقي بعد منه يجي الفعل مضاف له ing. يعني like reading love swimming hate cooking dislike watching enjoy eating look forward to meeting. يبقى أي فعل هيجي بعد دول بضيف له ing. على يا شباب كده في صفحة 37 نحل على اللي احنا قلناه. والسؤال الأول بيقول choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة ومتعلق بالديفينيشنز التعريفات. بيقول لي إيه بقى؟ أوان is a place مكان where people can go to see paintings. شوف الإجابة فين؟ go to see paintings يشوف رسومات. فين؟ exhibition المعرض. is a form شكل أو نوع of transport that carries people across water يحمل الناس عبر المياه. ده الفيري المعدية. gives the antonym بيديني العكس of hide يعني يختبئ. طب عكسها show يعرض. to form the adjective أنا عايز أكون بقى صفة. adjective قلنا يعني إيه؟ صفة. من الكلمة interest أضيف لها إيه؟ حاجتين يا مستر، يا إما الإي يا اما الاي ان جي. كده انا بحولها لصفه. طب الموجود الاثنين؟ لا طبعا، هو يجيب لي حاجه واحده فاقول انترستنج. she lives near the school. near يعني قريب. طب قلنا قريب يعني ايه؟ close to. smoke الدخان it isn't good for the environment مش كويس للبيئه يبقى هو ملوث polluting. you can find shopping comfortable on internet. التسوق عبر الانترنت مريح. comfortable here معناها ايه بقى comfortable؟ easy سهل. طيب people should walk on the while walking in the street. الناس تمشي على ايه؟ على الرصيف يا مستر. pavement معناه رصيف. طيب trains buses ferries are types of انواع من الايه؟ دول وسائل مواصلات transport. we can learn about space in the space exhibition في العرض الفضائي. must book tickets نحجز التذاكر before getting on the train قبل ما نركب الاتوبيس او القطر. يبقى passenger وباسنجر معناها راكب. passenger معناها راكب. I think traveling by train is it's my favorite. مفضل بالنسبة لي يبقى مريح يبقى أقول له comfortable. Lots of people in Alexandria use the tram بيستخدموا الترام. The person who is traveling on a plane is passenger.
راكب. the area in the station المنطقة اللي في الايه؟ اللي في المحطة. where you can get on and or off the train منها بتركب وتنزل الايه؟ من القطر. يبقى ده البلاتفورم اللي احنا قلنا عليه رصيف خاص بالقطار. we can form an adjective نكون صفة من الكلمة اللي اسمها comfort. اقول comfortable ومعناها مريح. the word engineering is a أو an. engineering قلنا حاجتين يا اما adjective يا اما noun. هو هنا جايبها لي noun. the antonym of the word nearest. nearest near يعني ايه؟ قريب، عكسها far. يبقى nearest هقول farthest بعيد. the word usual and have the same meaning ليهم نفس المعنى. usual ونورمال طبيعي وعادي. the antonym of the word leave. leave يعني يغادر. طبعا عكسها arrive يصل. I have many hobbies عندي هوايات كتير but I prefer reading بفضل القراءة. the word prefer معناها ايه؟ love more يحب أكثر. it isn't nice to sit on this chair مش حاجة حلوة انك تقعد على الكرسي ده. it's uncomfortable انه غير مريح. uncomfortable يعني غير مريح. you can use to follow directions امشي ورا التعليمات او الاتجاهات منين؟ من الماب الخريطة. it takes 3 hours take يعني يستغرق. Dina is hurrying to the bus to school. catch the bus يعني يلحق او يركب او يستقل الاتوبيس. catch the bus. اشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.